اهلا بكم في برنامج العالم، تدوسوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن صبحي عبد السلام. انا صبحي عبد السلام ده قلت لكم واحد قال عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه. هو مش طبيعي، واحد بيعمل تعصب وفتنه في المصريه، هو منبع للتعصب والفتنه في المصريه. طبعا هو شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي. لا عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا هو بيحب ياسير الجدل بكلمه تعصب فتنه، وبيحب الترند واللقطه. طبعا صباح السلام طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي الاهلي، كلام محترم عن النادي الاهلي. طبعا كلامه بينم عن التعصب فتنه في الرياضه المصريه. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراء على اللاعب، حاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، في حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عمل له مرض نفسي وعمل له تعب نفسي وعمل له عقده نفسيه بجد يعني. طبعا صباح السلام طبعا هو بميت وش متناول، ما عندوش شخصيه اصلا، ما عندوش مبدا في حياته. فتلاقيه منافق ومدلس وكذاب وان هو بيكره وبيغل وبيحقد. والشر ما تجاه النادي الاهلي عملوا مشكله وعملوا عقده من سنين لانه هو بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا فيديو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه غير محترمه وحاجه في منتهى التعصب فتنه. تعالوا شوف معايا كده. يعني زيزو راح النادي الاهلي بيرجع هو ولا حاجه. والله عايز اقول لك يا صبحي السما يفضل الاهلي وجعك ويفضل لعيبه الاهلي وجعك قوي قوي يعني. صبحي السما طلع واضح ان زيزو وجعه قوي، زيزو وجعه قوي قوي يعني. بيقول لك ان زيزو ان هو لما راح الاهلي هو ولا حاجه. ما هو وجعك يا صبحي السما، وجعك، هو مضايقك ووجعك جامد قوي قوي ومربي لك الخفيف يا صبحي عبد السلام. طبيعي لازم تقول كده ان هو هيفضل، انت مش هتقدر تنسى اللي هو وجعك جامد قوي ومضايقك ومجننك قوي قوي، فهتفضل تتكلم عليه دايما ان هو يفضل وجعك ومضايقك قوي. صبحي السلام طبعا هو دايما طبيعي واحد بيعمل تعصب وفتنه في الرياضه المصريه، طبيعي لازم يقول كده. واحد حقده وغله مليء تجاه النادي الاهلي، حقده وغله مليء تجاه زيزو، فطبيعي لازم يقول كده. فهو طبعا انا عايز اقول لك على صبحي السلام الاهلي هيفضل وجعك وهيفضل مضايقك وهيفضل مجننك ويفضل مربي لك الخفيف يعني. طبعا صبحي السلام طبعا قلت لكم هو بيحب ياسير الجدل بكلام بتاع فتنه وبيحب الترند واللقطه. طبعا صبحي السلام طبعا هو كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. صبحي عبد السلام اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.